الولادة بدون ألم. النهارده أنا دكتور علي عرفة، استشاري النساء والتوليد والحقن المجاري، هحكي لكم عن الولادة بدون ألم. أول حاجة هي الولادة طبيعي وقيصري، والاتنين فيهم بدون ألم. الولادة الطبيعي بدون ألم الموضوع بسيط خالص، إن إحنا بندي حاجة اسمها حقنة الإبيديورال، حقنة في الظهر في فترة معينة في الولادة بتقلل ألم الولادة لأدنى مستوياته، والسيدة بتقوم بالسلامة، ما فيش أي مشكلة من القصة دي. بالنسبة للولادة القيصري بدون ألم، بيقلل ألم جرح القيصرية ما بعد الولادة، وده حاجتين رئيسيتين. أول واحد فيهم حاجة اسمها التاب بلوك، وده بنج موضعي دكتور التخدير بيعمله بتكنيك معين حوالين جرح القيصرية بحيث يقلل ألم الولادة إلى أدنى مستوياته، ألم الجرح يعني. الحاجة التانية حاجة اسمها البي سي اي، وده جهاز معين بتحط فيه أدوية بتركيزات معينة، السيدة بتروح بيها، بيمشي في الكانيولا زي المحلول كده، وممكن يطول معاها لمدة 3 أيام. والحالتين بنختار ايه فيهم على حسب حالة السيدة والاتفاق معاها ان شاء الله. واستنونا ان شاء الله الفترة الجاية فيديوهات جديدة مع كلينيك.